هاي، فيلمنا النهاردة مرعب وغريب قوي، فهات فشارك وتعالى معايا نشوف. دول مجموعة صحاب قاعدين في حفلة كده على الضيق بيشربوا ويدردشوا. الكلام جاب بعضه وواحدة منهم اتكلمت عن زيادة الوزن وانها منزلة برنامج بتحسب منه السعرات الحرارية في الاكل. الابليكيشن اسمه كاونت داون، تنصح صحابها انهم يجربوه. فواحدة منهم وهي بتدور على البرنامج لقيت برنامج تاني بنفس الاسم، بس البرنامج ده بقى بيعرفك انت فاضلك قد ايه وتموت. طبعا كلهم بيفكروا ان الكلام ده كذب وهزار، فبيقرروا انهم يحملوا البرنامج عشان يتسلوا. بيوافقوا على كل الشروط اللي في البرنامج بس من غير ما يقروها. في منهم بيظهر له انه هيموت بعد 30 سنة، وفي منهم اللي هيموت بعد 20 سنة. لكن واحدة منهم اسمها كورتني بيظهر لها انها هتموت بعد 3 ساعات بس. هما بيضحكوا وبياخدوا الموضوع بهزار، بس كورتني بتكون قلقانة بس بتحاول انها ما تركزش تستمتع بوقتها. ولما بتيجي تروح بتبقى راكبة العربية مع حبيبها إيفان، بس هو بيكون سكران فبتقلق كورتني انه يسوق العربية، خصوصا لما بتفتكر حوار البرنامج. فبتنزل من العربية وتروح البيت مشي، وهي ماشية بيجيلها مسج غريبة من البرنامج بتقول انها خلفت القواعد ودلوقتي فاضلها 7 دقايق بس وتموت. فبتقلق اكتر بس بتحاول تقنع نفسها ان الكلام ده مش موجود وان كل ده كدب. بعدين بتلاحظ ان في حد ماشي وراها فبتجري بسرعة على البيت وبتحاول تهدي نفسها، لكن فجأة بتترفع لفوق وبتتحدف على الأرض. دماغها بتتخبط في البانيو وبتموت. وهنا بيكون إيفان حبيبها عمل حادثة بالعربية وفي غصن شجرة داخل ناحية الكرسي اللي كانت المفروض تبقى قاعدة فيه. بعدين إيفان بيروح المستشفى بسبب الحادثة اللي عملها، وبيكون في متدربة جديدة في المستشفى اسمها كوين بتشوفه وهو قاعد لوحده قلقان، فبتروح تسأله عن مشكلته. بيحكي لها عن البرنامج وإنه فاضله 19 ساعة ويموت، وده نفس الوقت اللي هيدخل فيه يعمل العملية، فهو متأكد إنه لو دخلها هيموت هناك. فبتحاول كوين إنها تهديه وتقوله إن مفيش حاجة اسمها كده وإن ده كله مش حقيقي. فبيقولها إن هو كان فاكر كده بالظبط لحد ما عمل الحادثة واللي حصل لحبيبته. فكوين بتسمعه وهي مصدومة بس برضه بتحاول تهديه وتقوله إن ده كله كان صدفة. بعدين بتروح كوين لزمايلها وبتلاقيهم عاملين لها حفلة بمناسبة إنها خلصت فترة تدريبها ورسميا بقت ممرضة معاهم في المستشفى. وأثناء ما هما بيحتفلوا بتحكي لهم عن البرنامج ده وإنه بيحسب فاضل قد إيه للشخص إنه يموت. فبيقرر واحد من زمايلها إنه يحمله ويتسلى. بيظهر له إنه هيموت بعد 53 سنة، والباقي بيتشجعوا ينزلوه هما كمان، من ضمنهم الدكتور سوليفان، وظهر له انه هيموت بعد 75 سنة. كلهم بيعدوا الموضوع على انه ضحك وهزار. وفي اخر اليوم وهي مروحة بتقرر تنزل البرنامج بدافع الفضول. بيظهر لها انه فاضل لها يومين وتموت. بتقلق كوين بس بتحاول تفكر نفسها بالكلام اللي كانت بتقوله لإيفان. بتروح كوين لبيت باباها عشان تاخد ورق للمستشفى، بتقابل اختها جوردن اللي بيبقى واضح انها علاقتها بيها مش كويسة. بعد كده باباها بيصحى ويسلم عليها وبيقول لها ان هما بعد بكرة هيروحوا يزوروا قبر مامتها عشان تبقى تيجي معاهم. وتاني يوم بتكون الممرضة بتجهز إيفان للعملية، بس هو بيبقى خايف عشان بيبقى ظاهر له إنه فاضله 3 دقايق بس ويموت. فبيقرر إنه يهرب من المستشفى، ووقت ما هو بيهرب بيجيله مسج من البرنامج بيقوله إنه خالف الشروط. وفجأة بيلاحظ وجود كائن مرعب وراه، فبيخاف وبيهرب بسرعة من سلم الطوارئ. لكن فجأة النور بيقطع وبيشوف كورتني واقفة قدامه مدياله ظهرها، ولما بتلفله وشها بيلاقي شكلها مرعب قوي، مش هي حبيبته. تهجم عليه وبيقع من الدور الخامس. في اللحظة دي العد التنازلي بتاعه بيخلص وبيموت. وبعدين بتوصل كوين المستشفى وبتلاقي أهل إيفان موجودين ومنهارين من العياط. تعرف إنه مات بطريقة مريبة فبتتصدم وبتخاف، خصوصا لما بتفتكر الكلام اللي قاله لها وإنه مات في نفس الوقت اللي البرنامج قاله عليه. فبتروح تفتح البرنامج عندها وبتلاقي إن العداد عمال يقل، فاضل لها تقريبا يومين بس. بتلاقي إن اليوم ده بيوافق اليوم اللي هتروح فيه مع باباها واختها يزوروا قبر مامتها. فبتتصل بابوها وتقوله إنها مشغولة ومش فاضية فمش هتقدر تيجي معاهم. بعدها بيجيلها مسج من البرنامج إنها خلفت القواعد، معنى كده انها كان المفروض تموت في الزيارة دي مع اهلها. وهنا بتلاحظ كائن مرعب بيراقبها، بس بيقطع تفكيرها دكتور سوليفان عشان عايزها تساعده في الشغل. بس هو بيقرب منها وبيبقى عايز يعتدي عليها، فبتزقه وبتعيط، بيعتذر منها وبيحاول يهديها عشان ما تعليش صوتها. فبتسيبه وتمشي. ولما بتروح بتقعد تدور على طرق تمسح بيها البرنامج، بس مفيش فايدة، البرنامج ما بيتمسحش ابدا. وبتلاقي قصص عنه ان فعلا في ناس ماتت بسببه. في الوقت اللي هي بتدور فيه فجأة بتلاقي إيفان قدامها بس شكله مرعب، فبتتفجع وبتكسر الموبايل وبتجري بره البيت وبتبات في عربيتها.
والصبح بتلاقي اختها عندها وبتستغرب هي ليه نايمة في العربية، ولما بتدخل البيت بتلاقي التليفون مرمي على الارض، تاخده وبتشوف البرنامج عليه فبتسألها عنه وبتحاول تفهم ده عن ايه، لحد ما بتعرف انه بيحسب للشخص هو هيموت امتى، فبتسخر من كوين على خوفها ده وبتقولها دي خرافات وما بتصدقهاش. بعدين بتروح كوين تشتري موبايل جديد وبتتأكد ان كل حاجة عليه طبيعية، بس قبل ما تخرج من المحل بتلاقي ان البرنامج اتحمل تلقائي على الموبايل الجديد، تستغرب وبتترعب، بتروح تقول للراجل ازاي البرنامج اتحمل لوحده كده، هو كمان بيستغرب وبيحاول يمسحه بس بيفشل، تخرج من المحل وهي متعصبة. في نفس الوقت كان في واحد في المحل راح سأل الراجل على البرنامج اللي كانوا بيتكلموا عليه، ولما كوين بتركب عربيتها وتبص في البرنامج بتلاقي ان فاضل لها 21 ساعة بس، وفجأة بتلاقي ايد مرعبة خنقتها، تطلع من العربية بسرعة وهي مفجوعة، بتلاقي الولد ده قدامها وبيوريها انه كمان عنده نفس البرنامج وانه فاضله 18 ساعة بس. بيروحوا هما الاتنين بار وبيتكلموا عن البرنامج واللي بيحصل لهم وبيحاولوا يلاقوا حل، وبعد نقاش طويل كوين بتقوله انها تعرف كاهن شغال معاها في المستشفى فممكن يروحوا له ويسألوه عن الموضوع، لما بيروحوا له بيتصدم من كلامهم، بيقولهم ان الموضوع اكبر منه بس هو يعرف قس ممكن يساعدهم. وقبل ما يمشوا من المستشفى بيجي استدعاء لكوين من الإدارة، وبيروح الولد ده اللي اسمه مات الحمام، وهناك النور بيقطع عليه وفجأة بيهجم عليه ولد صغير شكله مرعب، بس أول ما النور بيرجع الولد الصغير ده بيختفي. ولما بتوصل كوين للإدارة بتلاقي ان الدكتور سوليفان مقدم فيها شكوى وبيدعي انها اتحرشت بيه، بناء على ده الإدارة قررت تفصلها من شغلها، فحاولت تفهمهم انها الضحية وهو اللي حاول يعتدي عليها بس ما صدقوهاش. فبتمشي كوين مع مات وبتروح للقس للكاهن قالهم عليه وبيحكوا له عن كل حاجة، فبيفهمهم ان قصتهم دي شبه اسطورة بتدور حوالين مخطوطة بتعرف الشخص ميعاد موته، ولما الشخص بيحاول يغير مصيره بتبعت له شيطان يعذبه ويرعبه لحد ما يقتله، وانه عنده حل ممكن ينفع انهم يخترقوا البرنامج ويعدلوا العد التنازلي بتاعهم. وفعلا بيروحوا للراجل اللي اشتروا منه الموبايل عشان يساعدهم ويخترق البرنامج، بس بيلاقي ان الاكواد صعبة جدا وحجمه كبير، لكن في النهاية بينجح وبيعدل نظام البرنامج والعد التنازلي بتاعهم. وفي نفس الوقت بتلاقي كوين اسم اختها موجود ضمن بيانات المستخدمين، فبتعرف ان هي حملته، مكتوب الوقت اللي هي هتموت فيه وهو نفس الوقت بتاع كوين، فبتغير العد التنازلي بتاعها كمان، وبيفرحوا وبيطمنوا ان هما كده هربوا من الموت. فبيروحوا يسهروا سوا في بيت كوين وبيدردشوا عن حياتهم. مات بيحكي لها ان اكتر حاجة ندمان عليها هو معاملته الوحشة لاخوه الصغير اللي مات بسبب مرض خطير، فبتواسيه كوين. بالليل بتحس كوين بصوت حد بره، فبتصحي مات عشان يشوف فيه ايه، بس بيطلع ان مات اصلا هو اللي بره. بتلاقي ان الايد اللي ملفوف حواليها دي هي ايد مرعبة، فبتصوت وتصرخ وبتترعب، وفجأة الكيان المرعب ده بيختفي، فبيجروا يبصوا على موبايلاتهم بيلاقوا ان العد التنازلي رجع يشتغل تاني، وكده يبقى قدام كوين واختها 4 ساعات، اما مات قدامه ساعتين بس. فبيتحركوا بسرعة لبيت اختها وبتاخدها من هناك، وبيروحوا للقس تاني عشان يلاقوا لهم حل، فبيقول لهم ان مقدمهمش غير حلين، يا اما حد يموت من اللي عندهم البرنامج يموت قبل ميعاده، يا اما حد يحاول يعيش بعد ميعاده حتى لو لثانية واحدة، فطبعا بيختاروا الحل التاني. والقس بيقول لهم ان هو يقدر يعمل طقوس تحميهم، وبيرسم نجمة في الارض ويقرا عليها كلمات، وبيقول لهم ان هم يفضلوا جوه النجمة دي وما يطلعوش منها مهما حصل. وفعلا بيدخلوا هم الثلاثة جوه النجمة، والشيطان ما بيقدرش يدخلهم، بس بيقدر يخدع مات انه يوريه اخوه الصغير، فبيتأثر مات وبيطلع من النجمة. وقتها الشيطان بيسحبه وبيرميه في نص الطريق، تطلع وراه كوين عشان تلحقه، بس في عربية بتيجي فجأة وبتخبط مات، وفي نفس الوقت العداد بتاعه بينتهي وبيموت. فبتقرر كوين انها تقتل نفسها وتنتحر عشان تنقذ اختها، فبتحقن نفسها بمادة سامة وبتكسر اللعنة، وهنا الشيطان بيتدمر. بتجري عليها جوردن اختها وهي بتعيط، بس بتلاقي اسم مادة مكتوبة على دراع كوين، فبتفهم ان ده المصل المضاد للسم، فبتجيبه جوردن وبتحقن بيه كوين، وفعلا بتقدر تنقذها وترجعها من الموت، وبكده يكونوا انقذوا نفسهم وكسروا اللعنة. وبعد فترة بتروح كوين مع اختها وابوهم يزوروا قبر مامتهم، بيبقى واضح ان هما رجعوا لحياتهم الطبيعية تاني، بس قبل ما يمشوا كوين بتلاقي مسج على الموبايل ان البرنامج نزله تحديث جديد، فبنفهم كده ان الحكاية ما وقفتش لحد هنا، وكده هيكون في جزء تاني، وبيخلص الفيلم على كده. هستنى اشوف رأيكم عن الفيلم في الكومنتس. باي باي.